حكم اللقاء محمد عادل اللي بيدير هذا اللقاء، وهنبدا مع حضراتكم الشوط الاول. بيدير هذا اللقاء تحكيميا زي ما قلت لحضراتكم محمد عادل منطقه القاهره، بمساعد اول هشام ابراهيم، مساعد ثاني محمد عبد القادر، والحكم الرابع حسام الجرايحي. حضراتكم معانا هنا في المقصوره الرئيسيه باستاد الاسماعيليه هيبقى نادي انبي صاحب الارض في هذا. ياخد عمرو موسى والانطلاقه من ناحيه اليمين للنادي المصري، حلوه اماميه باتجاه رؤوف هيلحق رؤوف، لسه لكن يخلصها منه. نش اي فرصه لاي من الفريقين. وادي فرصه، وادي داخل 18 وحماده يحيى وتسديده، لسه يا دوبك ما كملناش الكلمه، لكن حماده يحيى بيسدد ويتالق. محمد عبد المنصف لسمير مره ثانيه، شيب باص اماميه باتجاه رؤوف، والله حماده يحيى يسند لرؤوف ويسدد، والله الفكره حلوه. مره ثانيه الهجمه للنادي المصري ما فيهاش حاجه، وحماده يحيى وهو الجول وداخل حماده يحيى والعرضيه، مين هيكمل يا راجل؟ مش ممكن، مش يعني كوره جميله عايزه يعني فينك يا رؤوف. وادي الكوره اللي قبل كده اللي سندها كده حاجه في هذا اللقاء. ترجع الهجمه مره ثانيه، وادي الكره الطوليه اللي بيعتمد عليها النادي المصري. محمد عادل والعرضيه، لكن برافو بيطلع عكسيه كده من اليمين للشمال. والعرضيات اللي فتحي ترجع لحماده يحيى مره ثانيه، يرجعها لسمير، وادي العرضيه خطيره، لكن برافو يطلع عبد المنصف ويمسك. هذه العرضيه مره ثانيه تتلعب، لكن الاسماعيلي ابراهيم يحيى ابن محافظه هو سقوط كده بيصطدم فيه اللاعب لورنس، بياخد فاول في رؤوف ومعاها بطاقه صفراء اولى، في اداله البطاقه الصفراء الاولى في اللقاء. هذه اللعبه تتعاد امام حماده يحيى، يفتح في اليمين عنه احمد سمير والعرضيه، عرضيه خطيره حلوه والله. محمود قعود هنشوف هينزل مكان مين. اذا تبديل اول لنادي انبي بيجري كم، يمرر لاحمد رؤوف، والهجمه للنادي المصري لمحمد عادل مره ثانيه. محمد عادل لكن برافو لعبه الفرماله، لكن هذه اللعبه تتعاد من اولها. احمد رؤوف يمرر كده على المغمض لمحمد عادل، لكن كان مكمل مع احمد صبحي. حارس مرمى المصري يلعب كره طوليه يحاول عليها رؤوف. احمد رؤوف داخل ال 18 منتظر المسانده، لكن يلعب. محمد عادل تعلن نهايه زمن واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء اللي كان بادئ بدايه قويه من نادي